أعرب محسن صالح المدير الفني الأسبق لنادي الإسماعيلي نائب رئيس اللجنة الفنية في اتحاد الكرة عن حزنه الشديد والكبير على حال الإسماعيلي الحالي، وقال في تصريحات خاصة إن عيونه تدمع على حال الإسماعيلي حاليا وما وصل له من حال محزن في الوقت الحالي. وواصل الإسماعيلي تاريخ كبير في مصر، وكان الفريق الأول الذي ينفذ التيكا تاكا بالملاعب المصرية، وأردف اتبعنا سياسة مميزة عندما كنت أدرب الإسماعيلي، وجميع لاعبي الفريق كانوا ينفذون تعليماتي، ومجلس الإدارة ترك لي كل الحرية التامة في التصرف مع الفريق، لذلك كان الوضع ناجحا. وأتم محسن صالح: أخبرتني إدارة الفريق أن أوتاكا تلقى عرض كبير من فريق قطري، واللاعب رفض الرحيل، والإدارة وقتها تحتاج لأموال، لكن اللاعب يريد أن يحترف في أوروبا. تحدثت معه وأقنعته بطريقة جيدة أن مستواه حاليا لا يؤهله للرحيل إلى أوروبا، وأن قطر ستكون خطوة مميزة للاعب لكي يتألق ويتطور، وبالفعل انتقل إلى قطر ومنها إلى أوروبا. وواصل: عمرو فهيم معي أصبح رقم واحد في مصر مع المنتخب والفريق، وأصبح مدافع هداف. خالد بيبو اختفى فجأة أثناء تدريبي للفريق وكان رافض يشارك، وطلبت من إدارة النادي أن أجلس معه، وفهمت المشكلة الخاصة به وعالجتها، وأصبح بيبو واحد من أخطر مهاجمي الدوري المصري وقوة كبيرة بالنسبة لنا.